السلام عليكم خوتي. اليوم في هذا الفيديو راح نحكيو على الكرة الذهبية لعام 2025. شكون المرشحين؟ كل أقرب للفوز وش داروا هذا الموسم وحتى النسب المئوية اللي عند كل لاعب باش يربح. يعني خليكم معايا حتى الآخر وصدقني ما راحش تندم. بداية راح تكون مع النجم الكبير عثمان ديمبيلي لاعب باريس سان جيرمان. دار موسم ناري، سجل فيه أكثر من 33 هدف ودار 15 تمريرة حاسمة وحقق ثلاثية دوري الأبطال، دوري الفرنسي وكأس فرنسا. يعني بصراحة الرقم تاعو ما تخليش الشك. هو حاليا المرشح رقم واحد للفوز بالكرة الذهبية بنسبة 81 حسب مواقع عالمية كما بولي مارك. من بعد نلقاو لامين يامال شاب المعجزة من برشلونة. دار موسم ممتاز بالنسبة لسنه، سجل أهداف حاسمة ولعب مباريات كبار ضد فرق عملاقة. النسبة اللي عنده حسب التوقعات قارب 8، وهذه نسبة كبيرة بالنسبة لشاب في بداية مسيرته، وكاين اللي يشوفه هو المستقبل تاع الكرة العالمية. نزيد نروحوا لاسم كبير آخر، محمد صلاح النجم المصري. رغم كل المشاكل اللي صاروا مع ليفربول هذا الموسم قدر يسجل أكثر من 29 هدف، 10 تمريرة حاسمة، ويعتبر من الأسماء الثقيلة في القائمة. لكن فرصه قليلة شوية هذا العام بنسبة 1.9 في الموسية فقط. اثنين لاعبين آخرين في القائمة كيما رافينيا اللي لعب دور مهم مع برشلونة، وفيتينيا من بي اس جي اللي دور موسم مفاجئ، وكاين حتى كيليان مبابي اللي رغم أنه ضاير ديما بوز بصح العام هذا تراجع مستواه شوية وما دارش الفرق كيما العام اللي فات. نحب نوقف لحظة ونقول لكم إذا عجبتكم المعلومات وما زلتوا مهتمين تعرفوا باقي التفاصيل تنسوش تديروا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة وفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. دعمكم يخليني نكمل ونزيد نقدم محتوى أفضل. شكرا لكم. نكملوا دوكا مع التحليل. القائمة الرسمية راح تصدر نهار 7 أوت، لكن التوقعات راهبين 30 لاعب كل واحد فيهم عنده فرص متفاوتة. لكن بصراحة التنافس الحقيقي راه بين ديمبلي ويامال يجيب عدهم بنسبة 4%، ورافينيا عنده نسبة 3، بينما مبابي رغم شهرته راه بعيد هذا العام بسبب تراجع في المستوى والتتويجات. حتى إيرلينغ هالاند اللي كان مرشح قوي العام اللي فات خرج المنافسة تقريبا بسبب الإصابات وقلة المشاركة في مباريات حاسمة، ويابوا عن دور الأبطال في المراحل المتقدمة. وما ننساوش إنه الحفل الرسمي لتوزيع الكرة الذهبية رح يكون يوم 22 سبتمبر في مسرح شاتلي في باريس. يعني يوم عالمي رح يشوفوا الملايين حول العالم ورح يتوجوا فيه أحسن لاعب في العالم. وبقائمة الترشيحات نلقاو أيضا اسم صدم الناس. مرشح الآخر هو ليونيل ميسي. آسف غلط، ميسي راه في انتر ميامي وبيدير في سيلفي مع القمر. صح، اسم ميسي لازم ديما يدخلوه باش الفيديو يطلع في البحث في الأخير. نقولكم باللي هذا الكرة الذهبية جاية في عام فيه بزاف تنافس وبزاف مفاجآت، وما نقدروش نعرفوا النتيجة إلا في النهار الرسمي. حسب الأرقام ديمبلي راهو الأقرب وبزاف يشوفوا انه يستاهل. قولوني في التعليقات شكون تتمنوا يربح الكرة الذهبية هذا العام، وش رايكم في التوقعات، وهل فعلا ديمبلي هو اللي يستاهل؟ تنسوا الاشتراك مرة أخرى، بقاو معنا دايما نزيدوا نجيبوا لكم أخبار الكرة، تحاليل والإحصائيات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.